جربنا منتجات غريبه جدا من امازون، حصاله الاي تي ام، مكنسه الروبوت، الفوطه المضغوطه، منتجات تانية هتشوفوها دلوقتي. دي مكنسه روبوت سعرها 200 جنيه، المفروض ان انت بتطلقها كده على الارض تلم لك بقى اي شعر اي تراب اي حاجه، بس بصراحه 200 جنيه ده قليل قوي. بشوف الحاجات دي بره ب 6000 جنيه 7000 جنيه، فهي على سعرها ده اخرها تشاور لك على التراب، مش هتكنس ولا حاجه. لو بصينا عليها من ورا نلاقي ان فيها مكنستين كده صغيرين اللي في الجنب دول، في كمان 3 عجلات، 2 ورا وواحده قدام، بيجي معاها القطعتين دول. طبعا كل قطعه منهم تركب في المكان ده، هي عباره عن لزق، والقطعه القماش دي المفروض ان هي بتتلزق عليهم بالشكل ده عشان تلم اي تراب او اي حاجه تدخل جوه الفلتر على طول. ده الفلتر يتفك كده ويتركب عشان تنضفه لما يتملي. فاحنا هنخرج بره نغرق الارض كلها بابريكا ونشغل المكنسه ونشوف هتعمل ايه. فزي ما انتم شايفين كده، اول ما عدت للمره الاولى تحس انها لمت شويه حلوين، بس في الاخر بعد ما قعدت حوالي 5 6 دقائق شغاله دي كانت النتيجه. هي لمت حبه بس بعترت الباقي كده في كل حته وما نضفتش يعني بالمعنى المفهوم. زي ما انتم شفتوا بتتحرك بشكل عشوائي قوي، يعني يمين وشمال ملهاش طريقه معينه، انت كمان بتحتاج تبقى واقف جنبها. الوقت اللي انا خدته عشان اشغلها واقعد اوجهها واحركها هنا وهنا ده كان اسهل بكتير قوي ان انا اكنسها بنفسي. نفتح كده نشوف الفلتر لما قد ايه عشان الموضوع ده بيفرق، بس مهما لم يعني الموضوع في الاخر زي ما انتم شفتوا مش عملي قوي. يعني مش المكنسه اللي انت هتحطها على شويه تراب او حاجه واقعه عندك فتلم لك كل حاجه وترجع لك الدنيا مرايه. كميه الحاجات اللي لمتها يعني لا تتعدى مثلا 20% 25% من الحاجات اللي رميناها. عشان كده المنتج ده دخله قائمه اي كلام. دي بقى نوعيه المنتجات اللي بحبها، عباره عن خزنه كده في نفس الوقت مكنه اي تي ام بتعمل لها ايداع، يعني تحوش لك شويه فلوس كده تعمل ايداع في المكنه تحوشهم فيها. زي ما انتم شايفين شكلها طفولي قوي، بس اللذيذ فيها ان كل الحاجات شغاله. يعني مثلا لما ندخل الباسورد كده اللي هو بيجي معاها 4 صفار، تعمل النور الاخضر وتفتح على طول. بس المبهر بالنسبه لي فعلا موضوع الاي تي ام ده، يعني ما كنتش متخيل ان فعلا لما احط لها ورقه فلوس كده هتشفطها وتسحبها زي المكنه العاديه اللي في الشارع. في اوبشن كمان ظريف اكتشفته متاخر، يعني ان المكان ده ممكن تحط فيه الكوينز كمان، يعني تحط فيه كده فتبقى قادر تحط فيها اي حاجه سواء كوينز او عملات ورقيه تحتفظ بيهم جوه. ولما تحتاجهم موضوع سهل، دخل الباسورد تفتح تلاقي فلوسك جوه. طبعا زي ما انتم شايفين شكلها كده زي الشنطه، ليها الجزء ده بيطلع، ليها كمان عجلات. العجل ده بالمناسبه بيمشي شغال بس هو بيزيق ومتعب شويه وانت مش محتاج تمشيها، يعني تشتغل بالحجاره. تلاقوا المكان ده في الظهر تحطوا فيه الثلاث بطاريات دول. ولو عايزين تغيروا الباسورد فالموضوع سهل قوي، هي مفتوحه ندوس على النجمه ضغطه طويله، نستنى الازعاج ده يخلص وبعدين نحط الباسورد اللي احنا عايزينه. مثلا نحط 1 2 3 4 وندوس شباك. الحصاله دي سعرها 280 جنيه، حاجه لذيذه قوي للاطفال لو عايز مثلا تشجعهم ان هم يحوشوا او تعلمهم فكره ازاي يقسموا الفلوس اللي بيتصرف واللي مش بيتصرف. في نفس الوقت انا شايف انها تنفع للكبار اللي زي كده بيحبوا الحاجات الغريبه المختلفه، بس مش هيعملوها كحصاله بجد، يعني كحاجه كده قطعه ديكور او حاجه دمها خفيف بس في البيت. عشان كده الحصاله دي هدخلها قائمه تمام. الكبسوله الصغيره دي اللي هي شبه قرص الدواء او شبه القرص الفوار ده، مش كبسوله مش دواء، دي فوطه. تستغرب لما تعرف ان الحجم الصغير ده اول ما بيتحط في الميه بيفرد كده وبينفش وبتحول لفوطه فجاه. فاحنا هنشوف دلوقتي هتطلع فوطه كبيره فعلا زي ما بيقولوا ولا منديل صغير ولا هتفضل على حجمها ده ولا ايه. فنحط كده، بتكبر تتمدد في ثانيه واحده زي ما انتم شايفين كده. تمددت، تخيلوا الحته الصغيره خالص دي تمددت بقت، بس نشوف حجمها كله قد ايه ما نفتحها كده للاخر. حلو، يعني هي مش فوطه قوي، مش فوطه يعني زي ما انتم فاهمين، بس هي تعتبر فوطه رحلات. الفوطه اللي هي وانت مثلا مسافر وانت في مكان بره عايز حاجه كده تبل بيها وشك، تفوق نفسك، تشيل التراب مثلا. ممكن استخدام كمان جدعانه من عندنا كده انك تعملها ككمادات، يعني تحطها في الميه تطلع مليانه ميه بالشكل ده، تحطها على دماغك او حاجه لو مثلا في سخونيه. المنتج سعره مش وحش، يعني الكيس ده فيه 50 واحده سعره 100 جنيه، واحده تقريبا ب 2 جنيه، ما يعتبرش غالي قوي مقارنه يعني ان الكيس هيقعد معاك فتره. عشان كده المنتج ده هدخله قائمه تمام. ده بقى اختراع مزاج شويه، عباره عن اي ماسك للناس اللي بتحب تنام والدنيا ضلمه خالص، بس في ميزه اضافيه انه كمان بيسمعك اغاني وانت نايم. طبعا انا مش عارف جوده الماتيريال، مش عارف الاغاني بتشتغل فعلا ولا لا، مش عارف اي حاجه. المفروض ان هو بيشتغل بالبلوتوث، فاحنا هنفتح كده ونشوف. طبعا القماش بتاعه قطيفه من هنا، ناعم قوي، من جوه عباره عن قماش عادي خالص. المفروض ان الجزء المربع اللي انتم شايفينه ده فيه التحكم بتاع البلوتوث، يعني ممكن من هنا تعلي، ده عباره عن زرار تعلي الصوت توطي الصوت، ممكن كمان ترد منه على المكالمات. طيب هي بتتشحن، انا شحنتها حوالي 10 دقائق كده عشان نبدا نجرب. المفروض ان هي بتشتغل لما بتدوس دوسه طويله على الزرار اللي في النص ده، دوس كده
فظهرت عندي كده خلاص اشتغلت، حتى قالت لي كونكتد هنا. ابتدي بقى ايه اشغل اي حاجه والبسها واسمع الصوت. طبعا هي ليها سكوتش من ورا كده بيلزق، وتقدر تتحكم طبعا في الحجم زي ما انت عايز. طيب الصوت حلو جدا، انا سامع الصوت كاني سامعه من الموبايل او سامعه من سماعه كويسه قوي. المنتج ده سعره 320 جنيه، فاجئني بصراحه. يعني كواليتي الماتيريال نفسها هايله جدا سواء من جوه او من بره. كواليتي الصوت حلوه، في كمان الحته دي اللي هي دعامه للمناخير كده عشان ما تضايقكش، بس خلي بالك انها بتحرر قوي. يعني لو انت في الصيف مثلا ونايم الجو حر، يعني تقريبا بعد 3 دقائق هتبتدي تعرق بقى وتتحرر، الموضوع مش هيبقى لذيذ خالص. بس برضو بالنسبه لي فكره انك تنام وحاطط حاجه كده مغميه النور خالص عليك، بتسمع مزيكا في ودانك، حاجه لذيذه قوي. تنفع كمان للناس اللي بتعمل يوجا او بتعمل مثلا حاجه فيها صفاء ذهني، محتاجه تفصل خالص عن العالم اللي بره، مبقاش سامع حد خالص، برضو هتبقى مناسبه جدا. عشان كده المنتج ده هدخله قائمه تمام. المنتج ده المفروض ان هو سكيورتي للبيت، عباره عن الجهاز اللي انتوا شايفينه ده فيه الاشعه تحت الحمراء. اول ما حد بيعدي مثلا قدام الباب او في حركه غريبه بيبتدي يعمل اصوات مزعجه قوي عشان ينبهك. نبدا نجربه. نفتح كده تلاقوا الجهاز الكبير ده هو الجهاز الاساسي اللي بيتعلق على باب الشقه. هتلاقي كمان 2 ريموت بحيث تتحكم انت عن بعد لو في مثلا شخص انت عارفه كويس معدي والجهاز عمل عليه صوت، فتقدر تتحكم من هنا وتقفل الصوت ده. الجزء ده بقى هو اللي انت بتعلق فيه الجهاز الاساسي، تحطه كده في المكان بتاعه، تعلقه على اي حاجه. المفروض ان ده بيشتغل ب4 بطاريات. فاحنا كده ركبنا البطاريات، تلاقوا جزء كده منور احمر صغير هنا، والريموت اللي قدامكم ده اول ما هندوس عليه تلاقيه عمل هنا لمبه خضراء وصوت بسيط كده كده، يعني اشتغل. المفروض حسب يعني اللي مكتوب عليه طول ما اللمبه الخضراء دي شغاله تحطه مثلا على باب بيتك، اي حاجه بتعدي اي شخص مش مرغوب فيه بيعمل عليه صفاره. فاحنا هنحطه هنا، تسيبه كده 5 دقائق ولا حاجه، بعدين حد يعدي من قدام تشوف الصوت هيبقى عامل ازاي وهيشتغل اصلا ولا لا. في حد دلوقتي ورا الكاميرا جاي يعدي، اساس يعني انه مش تبعنا، حاسش بحاجه للمره الاولى. عدي تاني، عمل صوت مزعج جدا. الفكره طبعا انك ممكن تطفي الصوت من خلال الريموت، بس اول ما بتدوس عليه الجهاز نفسه بيطفي. يعني لو حد عدى من قدامه مثلا كده هو مش شغال. احنا هنجرب تاني، هو دلوقتي مطفي خالص. هندوس كده على الزرار عشان النور الاخضر ينور، بس المره دي هنقيس المسافه قد ايه. يعني هو بيقرا الاشخاص او بيشوف ان في حد معدي من على مسافات قريبه بس اللي هو 20 30 سم، ولا ممكن لو حد مثلا من على بعد متر او مترين يقراه كمان ويمسكه ويعمل عليه الصوت. كده بقى شغال. حطه في حد كده واقف قدامه على بعد حوالي متر، يمكن اقل شويه. حتى على بس حتى على بعد متر تقريبا برضو عرف ان في حد معدي وعمل عليه صوت. الحاجه اللي لاحظناها ان هو شغال على مسافات اكبر، يعني مثلا لو حد معدي قدامه على مسافه 60 70 سم او حتى متر بياخد باله منه بيعمل صوت. المشكله الحقيقيه بقى بالنسبه لي بالنسبه لاي حد ان هو ما بيميزش خالص، يعني اي حد هيعدي من قدامه حتى لو قطه مثلا هيعمل عليها نفس الصوت. دي طبعا حاجه مزعجه جدا وهيشقيك بقى. يعني طول ما انت قاعد في البيت هتفضل تدوس على الريموت وتدوس على الزرار عشان تبطل الصوت ده. الجهاز ده سعره 225 جنيه. هو بالنسبه لي ينفع في حاله واحده بس، لو عندك مثلا اوضه جنينه او مكان معين انت مأمنه، عارف ان مفيش حد بيدخل خالص، ساعتها الجهاز ده هيبقى عملي. هتحطه اول ما يعمل الصوت ده تعرف ان في حد غير مرغوب فيه. كان بقى لو هتحطه مثلا على باب بيتك ولا حاجه وكل 5 دقائق حد معدي مش هتخلص. فالمنتج ده مش هدخله ولا قايمه من الاثنين. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزيننا نجرب منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.